الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد، حلقة جديدة. قبل ما نبدأ بس ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو جديد. وزي ما شفتوا في العنوان بتاعنا، في عنوان الفيديو بتاعنا تعليم ضاع. بس قبل ما نخش في الموضوع نقول ألف مبروك. مبروك لكل طالب ذاكر ونجح بمجهوده. مبروك لكل طالب نجح وعمل اللي عليه وجاب مجموع مش اللي هو كان يتمناه، بس عمل اللي عليه وزيادة. تمام. خلينا بس نخش سلو الموضوع. كل سنة نفس الحوار. أنا أيام ما كنت في الثانوية العامة أنا ما كنتش بشد على نفسي، بس جبت مجموع مش حلو ولا وحش. دخلت كلية، المهم كده دخلت كلية. أنا مش هحكي حاجة. البشوات بقى دول اللي نجحوا. انتوا خدتوا بالكم ان انا قلت مبروك للناس اللي نجحت وعملت اللي عليها بس ما جابتش المجموع اللي هم بيحلموا بيه؟ تمام. كملوا معايا عشان تعرفوا اللي انا هتكلم فيه. يعني ايه واحد ابوه عايزه ينجح؟ ازاي تساوي واحد ما ذاكرش باللي ذاكر؟ واحد ما ذاكرش، ما فتحش كتاب ودخل الامتحان وعمل وهبد وكل مثلا معاه وما عملش، ويطلع في الاخر جايب مجموع اعلى من الناس اللي تعبت وشقيت واجتهدت، وفي الاخر مفيش مجموع. الناس الكبار رجال الاعمال اللي بينجحوا الناس زي اهو بالفلوس، نجحتوا ولادكم على حساب الناس اللي شقيت واجتهدت وتعبت. سويتوا اللي ما ذاكرش باللي ذاكر. خد ده بقى من عندك. كل سنه ناس ما فتحتش كتاب ولا ذاكرت تيجي بقى في يوم نتيجه الثانويه العامه ما شاء الله في التسعينات والثمانينات، والناس اللي شقيت واجتهدت ما شاء الله جايبين في السينات وفي الستينات والسبعينات. وده مش شوفوا حاجه مستفزه. خلينا بس نوضح الصوره. استفدت ايه؟ ما هو حتى في الكليه الناس اللي ما شقتش وهتخش برضه بالفلوس وهيجتهدوا ويتخرجوا بالغش يا ما شاء الله. مين اللي يحاسب الناس دي؟ نفسي اشوف عداله. لما تنجح ابنك حضرتك يا محترم على حساب واحد ذاكر واجتهد ومجموعه قليل. وغير كده حوادث الانتحار، حادثه الانتحار بتاع الطالب القليوبيه اللي تهدد وابوه عمل قسى عليه وفي الاخر انتحر. لو انت كده مبسوط يا عم الحاج؟ مبسوط؟ كل واحد ما بياخدش اكتر من نصيبه. يا عالم يا قذر. وساخة اكتر من كده ما شفتش. رشوة بين اللجان وفي المدارس ومحدش بيتحاسب. نفسي اشوف حد بيتحاسب. نهدى بقى شوية. التعليم ضاع. الفيديو بعنوان التعليم ضاع. يا ناس مش كده. نفسي يبقى في مساواة بين اللي اجتهد واللي ما اجتهدش.
اللي ما اجتهدش المفروض يتضرب ويتعلم عشان يجتهد زي اللي اجتهد وعمل اللي عليه، وحضرته ما جابش مجموع بسبب واحد ابوه نجحه على حسابه. غش، مراقبين بيغششوا، ده بيحصل. وكل ده مفيش حساب. بس طالما انتم مش هتتحاسبوا، عندكم اللي هيحاسبكم يوم القيامه ربنا سبحانه وتعالى. انتوا الناس اللي زي دي محتاجه تفوق، واحنا نفسنا نفوق. مفيش حاجه جابتنا ورا غير التعليم الضايع. ما احنا كنا في زمان ايام الفراعنه كنا احنا صحه وتعليم موجودين. دلوقتي لا عاد في صحه ولا في تعليم، التعليم ضاع. كده لا في مساواة. يعني اقول ايه؟ كل ده ومحدش بيتكلم. في ناس حقكم تخافوا، بس مش لدرجه انكم تفضلوا كاتمين جواكم. حاولوا تخرجوا وتتكلموا. وبالنسبه للي اجتهد وما جابش المجموع اللي هو عايزه وابوه زعل، اقول لكم ما تزعلوش، وعمل اللي عليه وزياده. عمل اللي عليه وشد على نفسه اكتر وشيل نفسه فوق طاقته عشان يبسطكم. وفي الاخر كل ده بسبب ناس ما فتحتش الكتاب ولا ذاكرت وجابت مجاميع عاليه في 99 98. ده كان اخر الفيديو وتمام. فرغنا الكلمه. ده طبعا كان اخر الفيديو. بس قبل ما نقفل ما تنسوش طبعا تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيهات، واشوفكم بخير والسلام عليكم.